بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أصدقائي الأعزاء. حلقة النهاردة هي الجزء الأخير من قضية مقتل المخرج نيازي مصطفى، القضية الأكثر غموضا. بعتذر لحضراتكم لأن الفيديو الجزء السابق أو الجزء الخامس من سلسلة قضية المخرج نيازي مصطفى تم حذفه لأسباب بتتعلق بالموسيقى اللي كانت على الفيديو، ومش عارف إذا كنت أعيد رفع الفيديو مرة تانية ولا لأ، ومنتظر آرائكم في التعليقات. بعد ما استمعنا لشهادة بهجة مصممة الأزياء وصديقة المخرج نيازي مصطفى المقربة، وبعد ما تم حصر تركة المخرج القتيل نيازي مصطفى، واللي كانت عبارة عن دفتر في بنك مصر كان بيحتوي على مبلغ 22,000 جنيه، ودفتر توفير بالعملة الأجنبية بيحتوي على مبلغ 7,976 دولار أمريكي، ودفتر ثالث بمبلغ 3,055 جنيه، بالإضافة ل 500 سهم في شركة الحديد والصلب، و250 سهم في الشركة القومية للأسمنت، و150 سهم في شركة الخزف والصيني، و150 سهم في شركة كيما. كل هذه الأسهم كانت مودعة في بنك مصر، وكانت قيمتها حوالي 3000 جنيه، أي أن إجمالي ثروة المخرج القتيل نيازي مصطفى كانت حوالي 28,000 جنيه، بالإضافة ل 7,976 دولار أمريكي. من وسط التحقيقات اللي أجرتها النيابة العامة وأقوال الشهود، لم تلتقط الصحف إلا علاقة الحب اللي كشفت عنها أقوال الشهود، واللي قيل إنها ولدت وماتت أيضا بين المخرج القتيل وبين ممثلة شابة ناشئة في الوسط الفني. تسابق محررو الصحف والمجلات في البحث عن الممثلة الشابة، وحاولوا إلقاء الضوء على علاقتها بالمخرج القتيل، لدرجة إن بعض محررو الصحف تسرعوا وزعموا إن نيازي مصطفى كان تزوج منها عرفيا، على الرغم من إنه لم يرد في مذكرات نيازي مصطفى اللي فحصها رجال الأمن ما يشير أو يؤكد هذه الزيجة أو هذا الزواج العرفي. وفجأة ظهرت الممثلة الشابة الناشئة، وكان ظهورها عشان يفجر أكتر من مفاجأة. كانت الممثلة دي هي منى إسماعيل. كانت مذكرات نيازي مصطفى بتؤكد وجود علاقة حب بينه وبين الممثلة الناشئة، وكان نيازي مصطفى حريص على تدوين مواعيد وتفاصيل لقاءاته مع منى إسماعيل في مذكراته اليومية. كان نيازي مصطفى التقى بالممثلة الشابة منى إسماعيل في مكتب أحد رجال الأعمال من أصدقائه، ودعاها لزيارته في منزله، وفعلا ذهبت له منى إسماعيل ومعها إحدى صديقاتها. تعلق بها نيازي مصطفى ووقع في حبها. بدأ نيازي مصطفى يدفع بمنى إسماعيل في عالم التمثيل والفن، ويحاول أنه يصنع منها نجمة مشهورة. قام بإسناد دور مهم لها في أحد أفلامه، أعتقد أن الفيلم ده هو فيلم فتوة الناس الغلابة لفريد شوقي سنة 1984. بعد كده بدأ يحاول نيازي مصطفى يفرض منى إسماعيل في المسلسلات التلفزيونية اللي بيقوم بإخراجها، على الرغم من اعتراض المنتجين اللي كانوا شايفين أن منى إسماعيل اهتمام نيازي مصطفى بها فوق المتوقع، لأنهم كانوا شايفين أنها عادية جدا، سواء من جهة الموهبة أو حتى على مستوى الجمال. وبسبب فارق السن الكبير بين المخرج نيازي مصطفى والممثلة الشابة منى إسماعيل، واللي كان بيزيد عن 50 سنة، بدأ سوء التفاهم يسود علاقتهم ببعض. بدأت الخلافات تدب بينهم وتحطم علاقتهم. كان نيازي مصطفى بيحب منى إسماعيل بشدة، تعلق بها، كان بيتمنى استمرار العلاقة بينهم. كان حزين جدا لأنها كانت بتعامله معاملة الابنة لأبيها، وليست معاملة الحبيبة لحبيبها زي ما كان بيتمنى. كان رجال المباحث عثروا في شقة نيازي مصطفى بعد الحادث على مجموعة من الشهادات الدولارية والشيكات بمبالغ كبيرة باسم الممثلة الشابة. كان نيازي مصطفى بيريد أنه يثبت لها حبه بالمال والشيكات، كان عايز يشتري حبها حتى ولو بالمال. وحصلت المفاجأة، ظهرت الممثلة الشابة منى إسماعيل وذهبت للقاء رجال الأمن، ولكنها ذهبت لرجال الأمن بأكتر من مفاجأة.
المفاجأة الأولى إنها أخبرتهم إنها عائدة من الأراضي الحجازية بعد أدائها للعمرة. المفاجأة الثانية إنها اعتزلت الفن نهائيا. والمفاجأة الثالثة إنها تزوجت من رجل أعمال وتفرغت لزوجها وحياتها ومنزلها وتركت الفن نهائيا. قالت الممثلة الشابة منى إسماعيل في التحقيقات إنها تقدمت لنيازي مصطفى زي ما بتتقدم له أي فتاة بتحلم إنها تصبح نجمة مشهورة في عالم السينما والفن. اقتنع بها نيازي مصطفى واقتنع بموهبتها وأسند لها دور البطولة في أحد أفلامه. وقالت الممثلة منى إسماعيل إن العلاقة بينها وبين المخرج نيازي مصطفى كانت علاقة عمل مجردة، عمل فقط واحترام متبادل، وكانت بتنظر له كابنة بتعامل والدها. وبعد الانتهاء من تصوير الفيلم انقطعت صلتها تماما به، وكان الفيلم ده هو فيلم الدباح. أكملت منى إسماعيل وقالت إنها هجرت السينما واستقرت في منزلها كربة منزل بعد أن تزوجت من رجل أعمال ثري وتفرغت لواجباتها الزوجية ولبيتها. وسألها المحقق في النهاية: ومذكرات نيازي مصطفى وما كتبه عنك؟ قالت منى إسماعيل: مذكرات نيازي مصطفى يسأل عنها هو، وله أن يكتب فيها ما يشاء، وإنها ليس لها علاقة بما كتبه نيازي مصطفى. وبكده وبالاستماع لأقوال الممثلة الناشئة منى إسماعيل انتهى التحقيق في قضية مقتل المخرج نيازي مصطفى، بعد أن تم الاستماع لأقوال الطباخ محمد عبد الله والبواب وجار نيازي مصطفى الأستاذ إسماعيل وشقيق نيازي مصطفى المونتير جلال مصطفى والممثلة المشهورة ومصممة الأزياء وصديقة نيازي مصطفى المقربة بهجة. وانتهاء كمان بسماع أقوال أكثر من 80 شاهد من اللي كانوا من الكومبارس والممثلين اللي كانوا حول المخرج نيازي مصطفى. وفي النهاية الاستماع لأقوال الممثلة الناشئة الشابة منى إسماعيل. وكانت الصحف والمجلات أصيبت في الوقت ده بحمى متابعة أخبار قضية مقتل نيازي مصطفى، لدرجة أن المحامي العام لنيابات الجيزة المستشار ماهر الجندي أعلن أن بعض ما يتم نقله ونشره عن القضية بعيد كل البعد عن مجرى التحقيقات اللي بتباشرها النيابة العامة. وأكد أن النيابة العامة لا تباشر إجراء قانونيا ولا تقدم على اتخاذ قرار قضائي إلا إذا اقتضت طبيعة التحقيق ذلك واستلزمته ظروف القضية والجريمة وملابساتها. والنيابة العامة ليست طرفا أو ليست مكانا لإطلاق التصريحات، وليست وظيفتها إطلاق التصريحات. وقال المحامي العام المستشار ماهر الجندي إن النيابة العامة انتقلت إلى مسرح الجريمة بمجرد اخطارها بالحادث، وأجرت معاينات تفصيلية وأثبتت بها كل ماديات الجريمة وآثارها، وانتقلت لمرحلة التحقيقات وسمعت أقوال كل المحيطين بموقع الحادث أو المتصلين عن قرب بالمجني عليه المخرج القتيل نيازي مصطفى. هل قتل نيازي مصطفى بدافع الانتقام؟ هل تمت الجريمة بغرض سرقة أوراق أو مستندات مهمة كان يحتفظ بها المخرج نيازي مصطفى في منزله؟ من قتل نيازي مصطفى؟ ولماذا؟ وكيف؟ لم يستطع أحد الإجابة على هذه الأسئلة حتى الآن. وبكده تحول رائد المخرجين المصريين نيازي مصطفى إلى لغز كبير. المخرج اللي كان من أوائل المخرجين المصريين اللي درسوا السينما أكاديميا في ميونخ في ألمانيا سنة 1927، لما أرسلوا طلعت حرب لدراسة السينما عشان يرجع مخرج للأفلام القصيرة لفترة، وبعد كده أصبح مخرج للأفلام الروائية الطويلة اللي بدأها سنة 1937. المخرج اللي اشتهر بالحيل السينمائية وأفلام العنف والحركة والأكشن والأفلام التاريخية والبدوية اللي قامت ببطولتها زوجته الفنانة الراحلة كوكا اللي رحلت في 29 يناير سنة 1979. تحول مخرج فيلم مصنع الزوجات ومجموعة من أفلام نجيب الريحاني، سلامة في خير وسي عمر، وفيلم الجهاد ليوسف وهبي، وفيلم عنتر وعبلة وصغيرة على الحب وسر طاقية الإخفاء وغيرهم من الأفلام المصرية. تحول في النهاية نيازي مصطفى إلى لغز غامض، وأصبحت نهايته أكثر إثارة وأكثر غموضا من نهاية أفلامه. انتهى نيازي مصطفى، وكانت آخر ورقة في تحقيقات قضية النيابة العامة عن مقتل المخرج نيازي مصطفى بتقول: بعد مطالعة التحقيقات
تقيد الواقعة جناية بالمادة 4س في قانون العقوبات، لأنه في يوم 18 أكتوبر 1986 بدائرة قسم الجيزة قتل عمدا نيازي محمد مصطفى، أحاط عنقه بقطعة من القماش وضغط عليه بشدة قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات والأعراض الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته. آخر ورقة في التحقيقات وفي ملف قضية مقتل نيازي مصطفى كانت تقيد القضية ضد مجهول. بعد كده وفي 15 سبتمبر أيلول سنة 1989 وبعد مرور أكتر من 3 سنوات على القضية وبعد حفظ القضية وتقييدها ضد مجهول، قررت نيابة الدقي إعادة التحقيق في القضية وفتحها من جديد. والسبب في كده إن أحد المحبوسين في ليمان ترى وكان اسمه محمد حمدي أدلى بمعلومات بتفيد في التوصل لقاتل المخرج نيازي مصطفى. ورجعت قضية نيازي مصطفى مرة تانية للاشتعال وعشان تشغل الرأي العام. قال السجين محمد حمدي واللي كان محكوم عليه بالحبس لمدة 50 سنة بسبب اشتراكه مع آخر في قتل رجل وفتاتين مجهولتين، قال في شهادته إن السيدة كانت بتزوره في السجن وقالت له إنها على علاقة بالمخرج القتيل نيازي مصطفى، وإنها بتتردد عليه في شقته كتير، وإن زوجها اللي بيعمل كوافير عرف بكده فقرر قتل المخرج نيازي مصطفى. وفعلا لحق بيها في ليلة بعد ما ذهبت لشقة نيازي مصطفى ليلة الحادث، لحق بيها زوجها الكوافير وهجم على نيازي مصطفى وكتم أنفاسه ولف فوطة حول عنقه، وساعدته الزوجة في خنقه وقتل نيازي مصطفى. دي كانت أقوال السجين محمد حمدي واللي بسببها أعادت نيابة الدقي فتح القضية من جديد. وفعلا تم استدعاء الكوافير وزوجته، وبعد التحقيق معاهم تبين عدم وجود أي صلة بينهم وبين المخرج القتيل نيازي مصطفى، وتمت مواجهتهم بالسجين محمد حمدي ولكن لم تسفر المواجهة عن أي شيء. بعد كده تم فحص سجل السجين فاتضح أنه قاتل صديقه أمين شرطة، وأنه هرب من محكمة الجنايات أثناء محاكمته، وأنه تم القبض عليه مرة تانية بتهمة قتل رجل آخر وحكم عليه بالإعدام، ثم خفف الحكم عليه في الجريمتين إلى السجن 50 سنة. ولم يكن الأمر كله إلا محاولة من السجين محمد حمدي لإتاحة الفرصة مرة تانية أمام نفسه عشان يهرب أثناء المحاكمة وأثناء فتح القضية من جديد. دي كانت آخر ورقة وآخر لمحة في قضية أو ملف قضية مقتل المخرج نيازي مصطفى. وفي النهاية وبعد 38 سنة لم يتم الإجابة على التساؤلات العديدة المحيطة بلغز مقتل نيازي مصطفى، وتم تقييد القضية ضد مجهول. في نهاية الفيديو بتمنى أن الفيديو وقصة قضية المخرج نيازي مصطفى تكون نالت على إعجابكم ورضاكم. منتظر آرائكم وأسئلتكم في التعليقات. إلى اللقاء أصدقائي الأعزاء، دمتم بكل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.